يأخذون من هذا النور ليشعلون به القناديل في كنائسهم. البطريرك الآن ينزع ثيابه ويهم بالدخول إلى داخل القبر المقدس. يا لها من لحظات مباركة إذ الجميع يستعد لاستقبال النور الإلهي غير المخلوق. ففي تراثنا وفي إيماننا نؤمن بأن الله حاضر بين شعبه، إلى خاصته أتى، ونحن أصبحنا الخاصة التي تستقبل هذا الإله بفرح عظيم. صاحب الغبطة الآن يستعد لكي يدخل القبر، والقبر كما تعلمون فارغ، ولكن النور الإلهي هو الذي يضيء ليس فقط الأماكن إنما القلوب، والقلوب المشتعلة بحب يسوع هي تلك التي تستطيع أن تأخذ من فيض إلهنا العظيم. يدخل صاحب الغبطة ويحيط به الكهنة والمؤمنون، وكلكم يجب أن تعلموا أنه يفتش صاحب الغبطة أيضا من السلطات ليست الدينية فقط، إنما من السلطات المدنية في إسرائيل، لكي يكون شهادة حقيقية بأن النور الإلهي ينبلج من القبر. وعندما ينبلج النور نكون نحن قد أصبحنا أيضا مصادقين على هذا الحدث، ليس فقط بإيماننا إنما أيضا بالرؤية وبالعين وبالنظر. وكلكم الآن أدعية وطلبات لكي يستجيب لنا الرب الإله، ولكي نكون أيضا وأيضا شهود حق على القيامة. القيامة هي أن تقوم أنت، فما نفع القيامة إن كنت أنت بقيت في الظلمة. تطفأ الكنيسة كلها لكي يلاحظ المؤمنون النور عندما يفيض. كل السبوت عبر العام تأخذ مكانتها وهيبتها من هذا السبت العظيم المقدس الذي فيه ثبت ربنا يسوع بالجسد واستراح من كل أعماله. كل السبوت تأخذ كرامتها من هذا السبت العظيم المقدس. فيه يشرق المسيح بنوره على الذين في الجحيم، ويشرق علينا ليعلن القيامة. هي لحظات ترقب وصلاة، لا تنسوا الدعاء: يا رب أعنا واهدنا من أجل اسمك. بنورك يا رب نعاين النور، فبقدر ما تغدق علينا من أنوارك بقدر ما نكون نحن في التهليل. إذ كيف يمكن أن نسع في عقولنا هذه الضعيفة ذاك الإله العظيم الذي لا يسعه الكل؟ ولكن أنت يا إلهي ويا ملكي ويا ربي
أتوسل إليك في كل لحظة وفي كل آن وفي كل مكان. أتوسل إليك الآن أن تشرق في قلوب عبيدك المشاهدين نعمتك، وأن تكون أنت حاضر في قلوبنا وفي أذهاننا، لكي نمجدك ليس الآن فحسب، إنما في كل أيام حياتنا. أن تكون هذه الأنوار التي نصلي بأن تأتينا أنوار قيامة لكل محب وعاشق للمسيح. يا رب، نحن بخطايانا لا نستحق رؤية مجدك، ولكنك بفيض رحمتك وبفيض جودك وبفيض رأفتك وبكثرة مراحمك أعطنا يا رب لكي نثبت فيك، ولكي نستنير من الداخل، ولكي نغلب الألم بقوة القيامة الآتية منك. الجحيم اليوم وقد فاتها تتنهد صارخة: لقد كان الأجدر بي أن لا أقبل المولود من مريم، لأنه حين أقبل نحوي حل اقتداري وسحق أبواب نحاسية وأنهض النفوس التي كنت قد استوليت عليها، لأنه الإله. فالمجد لصليبك يا رب ولقيامتك. يبدو أن الناس قد لاحظوا فيضان النور، بدأت ترعو الأجراس، وخرج البطريرك حاملا الشعلة من الكوة. يأخذ الناس الشعلة. مبروك، لقد فاض النور المقدس. إن هذه النار الإلهية لا تلسع ولا تحرق، كما أن النار في الأتون لم تحرق الفتية الثلاثة بل كانت تحفظهم، وكما أن نار اللاهوت لم يحرق أحشاء مريم البتول بل حفظها طاهرة. لقد أشرق النور، وسوف نأخذ من هذا النور المقدس في بيروت اليوم عند 7 مساء. الأنوار تنحدر من السماء، والناس تقتبل الفرح. فلنذهب الآن بسلام قائلين أن الصبح الحقيقي قد أشرق، وأن الدنيا تتلألأ ببهاء قدسك يا رب. لقد أعطيتنا يا رب لحظة من لحظات العمر لأن نرى ولأن نتهلل ولأن نمجد فعل قدرتك العظيم. الجميع يأخذون من هذا النور، والحقيقة تقال بأن الاستنارة تنبع من القبر، إذ ليس من قائم إلا المصلوب. فإن وعينا بأن آلام الدهر الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد الذي سيعلن بنا في يوم القيامة هناك، هذه الأنوار التي تبهر الأعين تستحق هذه الأنوار. انظروا إلى هذا الراهب كيف يلتمس الأنوار بيده ولا يحترق. فالمؤمن يرى في هذه الأنوار أنوارا ممجدة وممجدة.